السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. مكون من البيض بيخلي الحمام يبيض على الزغاليل. حرفيا يا جماعة ان النهاردة لازم اكثف انتاج الحمام عندي. حاجات بسيطة هقول لك عليها النهاردة بتخلي الحمام ممكن يعني يكون عامل زي حمام اللحم فرنساوي، زي 20 يوم كده هيكون معاه زغاليل. تبص تلاقيه بفضل الله تعالى بدأ الحمام يجمع العش، وان هو بدأ يلحم العش في العش. محفز بسيط جدا. طبعا هقول لك على حاجتين، الاولى يعني مش بتكلفك اي حاجة، التانية هتلاقيها موجودة عندك برضو في البيت، يعني الاتنين مش هيكلفوك اي حاجة، ودولا اللي بيخلوا الحمام يكثف الانتاج عندك، وبيخلي الحمام ان هو يلحم العش، وتلاقي ان في زغاليل عندك كتير بفضل الله تعالى. لكن يا شباب في البدايه طبعا بتمنى نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده اللي انا بكسبه. اللايك ده بفكرك بيه بقى فضلا منك وليس امر. طيب خلينا في اول محفز، طبعا لا هو اكل ولا هو فيتامينات ولا ادويه ولا املاح معدنيه ولا هي اي حاجه، ولكن المكون الثاني لازم ان انت تستخدمه لو كل مره كل اسبوع. فالمكون الاول يا جماعه قلنا لو هو فيتامينات ولا هو املاح معدنيه ولا اكل ولا اي حاجه خالص، وهو تجميع العش او عمل العش للحمام. ده يا جماعه محفز، ده محفز بيخلي الحمام عندك يلحم العش في العش، خصوصا لو انت بتربي حمام حبيس. في ناس بتقول في حمام اسمه نص حبيس، لا، اي حمام ما بيطلعش للحريه هو اسمه حمام محبوس. لو انت حابس في سلكات زي ما انت تكون مربي في غرفه، فده محبوس وده محبوس، مفيش حاجه اسمها نص حبيس. فالحمام ده لازما ان انت تعمل له محفز عشان يلحم العش، وهو بتقديم العش للحمام ده. يعني كل جوز حمام احنا بنعمل له 2 عين، اجي في العين اللي جنب الحمام اللي هو معاه زغاليل واعمل له عش. صدقني هتلاقي الحمام بيلحم العش، لان ده محفز، انت جهزت له المسكن بتاعه، جهزت له البيت بتاعه، فبالتالي هتلاقي الحمام عندك بيلحم العش في العش. يبقى هنا يا جماعة رقم واحد ان انا لازم اعمل محفز للحمام، وهو ان انا اعمل له العش. هتقول لي اعمل عش بيه، هقول لك بقش الرز دي اسهل طريقة ان انت تعمل بيها عش ومش بتكلفك حاجة. تقدر تعمل بالتحديق، اعمل بالتحديق. تقدر تعمل بنشارة الخشب، اعمل بنشارة الخشب. ممكن تعمل بالحطب، زي الطريقة اللي انت عايز تعملها، ولكن مهم ان انت تقدم للحمام العش. جينا بقى للنقطة التانية وهي المهمة جدا، وانا لازم يعني كل اسبوع مرة بقدم الحاجة دي للحمام عندي، عشان دي بتقضي على الديدان، وكمان يا جماعة بتقل عنقود البيض عند الطيور. يعني لما كنت بسأل راجل عنده برج حمام ما شاء الله تعالى، عم صالح بقى الله يديله الصحة، فبقول له يا عم صلاح انا عندي الحمام انتاجه ضعيف، الحمام بختبر معلوماته، يعني بشوف الدنيا شغاله معاه ازاي. فقال لي هو الحمام ده بينتج امتى؟ اعلى وقت في السنه الحمام ده بينتج فيها؟ قلت له يعني بيبدا انتاج من شهر 10 وشهر 11 الوقت ده. قال لي بيبقى موجود ايه في الحقول وفي الاراضي الزراعيه في الوقت ده؟ قلت له بيبقى حصاد الرز. قال لي الرز بقى الابيض مش الشعير، قال لي الرز الابيض ده اقوى حاجه بتقل عنقود البيض عند الحمام. فقلت له الرز الابيض، قال لي الرز الابيض اكتر حاجه. قال لي بقى لو حطيت عليه شويه ملح بيعمل اسهال للحمام، وبينظف الحمام، معده الحمام، من الديدان ومن القصه دي كلها. فقلت له قدم الرز ده كل يوم؟ قال لي بقدمه له مره واحده اسبوعيه، كل اسبوع بقدم له وجبه واحده بس، في يعني الصبح اخر النهار بقدم له وجبه، حط عليها شويه ملح كده وبقدمها للحمام. وكنا عاملين فيديو عن الموضوع ده. قال لي ده بقى فعلا بتقل عنقود البيض، وبيخلي في زياده في الانتاج عندك، هتلاقي رزق وخير عندك كتير. طيب الرز الابيض يا جماعه يعني ما احطش كتير، لو انا بختبر الحمام عندي بديله ربع كيلو او نص حسب الكميه اللي انت بتربيها. جوز الحمام في اليوم بياكل حوالي، يعني جوز الحمام بياكل في اليوم حوالي 100 جرام. لو عندي 10 جواز بديله نص كيلو الصبح ونص كيلو اخر النهار. يبقى النص كيلو اختار النص كيلو بتاع الصبح او النص كيلو بتاع اخر النهار، احط عليه شويه ملح واقدمه للحمام. قدمت له انا الوجبه بتاعته، هتلاحظ عندك انتاج رهيب من الزغاليل. لان يا جماعه يعني الحمام بيجي في اوقات من السنه وبريح، لا مفيش حاجه اسمها حمام مريح. الحمام ده دلوقتي بياكل كلفه، والكلفه غاليه، والكلفه دي
بتكلف المربيين. فاحنا عايزين انتاج غزير من الحمام، فانا هعمل حاجتين دلوقتي الحمام كمحفز للحمام عشان الحمام يلحم العش في العش. اول حاجه بقدم له العش، تاني حاجه بقدم له الرز الابيض. اخر معلومه بقى يا جماعه، والمعلومه دي قويه جدا، لو انت عايز تكثف الانتاج عندك، والكلام ده عن تجارب انا بشتغل بيها من سنين طويله. انا كل اسبوع بخصص يوم في الاسبوع، وهو ان انا بحط فيه كالسيوم للحمام عندي. كل اسبوع بخصص له يوم بشتغل يا جماعه بالبيديكال. اسبوعيا لازما بدي يوم، اختار اي يوم بقى في الاسبوع، شوف انت اليوم اللي انت بتبقى عايز تروق فيه على الحمام عندك، فبتدي له كالسيوم اسبوعيا كل يوم. النوتي بالذات، يعني انت لو حابس حمام ركز على النوتي، ان انت تدي لها كالسيوم، تدي لها سنتي ديكال او تدي الجماعي 5 سنتي لكل لتر ميه، هتلاحظ فرق كبير جدا عندك في الانتاج. بتمنى الشباب اكون وصلت لكم معلومه. شوفوا الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.